السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أهلا بكم مرة أخرى مع هذا البث المباشر، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. البث اليوم بعنوان 10 أسباب للثبات حتى الممات. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الإيمان والتوحيد حتى نلقاه عز وجل يوم القيامة. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ظل غربة الإسلام الثانية التي نعيش فيها الآن. وكلمة غربة الإسلام أحيانا بتعمل إحباط لبعض الناس، مع إن أنا شايف إن كلمة غربة الإسلام تعطي الإنسان طاقة إيجابية إن هو ينطلق لخدمة هذا الدين وللثبات على هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بعض الناس بيظنوا ان يعني وسيعود غريبا يعني سيظل ضعيفا عياذا بالله، وده مش بيحصل. انما هذا الحديث من اعظم الاحاديث التي تبشر بنصرة الاسلام في كل زمان ومكان. بدأ الاسلام غريبا، فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة دولة للإسلام عاد الإسلام قويا شامخا بفضل الله سبحانه وتعالى. وسيعود غريبا إذا تخلى كثير من المسلمين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إن عادت الأمة مرة أخرى يمكن للإسلام مرة ثانية ويعود قويا شامخا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الغربة الثانية دي ما تخليش الإنسان يشعر باستضعاف وذل أبدا، بالعكس دي تعطينا طاقة إيجابية إن كل واحد فينا يصلح نفسه ويصلح أسرته ويصلح من حوله وينشر الخير ويحاول بقدر الإمكان يكون لبنة في جدار هذا الدين العظيم ولبنة لإظهار هذا الدين ولنصرة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اللي حصل إن بعض الناس بكل أسف تأثروا وضعفت عزيمتهم، فمنهم من ترك الصلاة ومنهم من ألحد ومنهم من النساء يعني من خلعت حجابها. وتيجي تسألهم يقول لك أصل الفتن، شايف الفتن عاملة إزاي؟ هذه الفتن كلنا عارفين ان الفتن ستنتشر، بل اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انتشار الفتن من علامات الساعة الصغرى. وكل هذا لمن يستقرئ التاريخ ولمن يستقرئ علامات الساعة الصغرى والكبرى يزداد يقينا وإيمانا وثباتا على هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن النصرة ستكون للإسلام لا محالة بنا أو بغيرنا. أسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أبدا، وأن يجعلنا لبنة في جدار هذا الدين العظيم. فالإنسان لابد أن يثبت، وبعدين ثبتنا بقى في زمان الفتن له أجر عظيم. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواحد فينا لو تمسك بدينه في زمن الفتن فله أجر 50 شهيدا من شهداء الصحابة. معقول يا شيخ أيوة رب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. هو النبي ساعتها صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب مين يا حبايبي؟ كان بيخاطب الصحابة، بيقول لهم المتمسك بدينه في زمن الفتن ده ليه أجر 50 شهيد منكم. فالصحابة استغربوا، قال له: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. طبعا الواحد فيهم يصبح الصبح كده يفتح باب بيته يلاقي قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوف أبا بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير رضي الله عنهم جميعا. إنما الآن بتصبح وتجد بقى طبعا من يعينك هناك على طاعة الله في كل لحظة. الآن تجد الفتن من كل مكان، تجد اللي بعت لك رسالة لو فاتك النهاردة ماتش مانشستر سيتي مع مش عارف ريال مدريد ده هتفوتك نص عمرك، ولو فاتك الفيلم الفلاني في السينما الفلانية هيفوتك عمرك كله، فيضيع العمر ما بين ماتش وما بين فيلم، واخد بالك؟ فلا تكاد تجد من يعينك على طاعة الله. فالمتمسك بدينه في الزمن ده
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه كالقابض على الجمر في ذلك الزمان، في زمن الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى. فيكفي ان حضرتك وحضرتك لما تتمسكوا بدينكم في زمن الفتن هذا لكم اجر 50 شهيدا من شهداء الصحابه. تخيلوا حضراتكم، وطبعا خدوا بالكم من حاجه، وليس معنى زياده الاجر زيادة الأفضلية، لا، لأن المولى عز وجل اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، واطلع على قلوب الخلق فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته. يعني هم يكفيهم شرف الصحبة إن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن احنا ممكن ناخد أجر كبير. ممكن واحد من الصحابة صايم يخرج من بيته كل النساء ما شاء الله منتقبات، ما فيش فتن، ما فيش بقى لا ملاهي ولا سينمات ولا دور مسارح ولا فتن ولا فضائيات ولا دش ولا نت ولا أي حاجة. مجتمع كان عايش حياة مثالية بدرجة 1000%. إنما احنا الآن تخرج من بيتك يعني بتجاهد نفسك من كثرة الفتن التي تراها ليل نهار. حتى لو أغلقت على نفسك غرفة نومك هتلاقي الفتن داخلالك لحد غرفة نومك عن طريق التلفاز أو عن طريق النت أو غير ذلك. فأنت بتجاهد نفسك، فالأجر على قدر النصب والتعب والمشقة. عشان كده تعالوا بقى نخش في الموضوع على طول. بعض الناس يقول لك والله احنا اتفتنا بسبب ان مش عارف بعض الدعاة بيقولوا احنا ما بنعبدش الدعاة يا حبايبي، احنا بنتبع هؤلاء الدعاة اذا قالوا لنا ما يوافق الكتاب والسنة. ما فيش حد في الدنيا حجة على الدين، الدين حجة علينا جميعا. محمود المصري العبد الفقير اللي قاعد قدام حضرتك وقاعد قدام حضرتك لو قال كلام يخالف الكتاب والسنة ردوه عليه، ما تقبلوش مني. إنما لما أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل، فإنما نحن فقط ورثاء لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإحنا مش علماء، احنا ولا حتى محصلين طلبة علم ولا طويل بعلم. إنما ولذلك يعني الإمام الألباني علامة العصر كله في الحديث رحمه الله رحمة واسعة، والله في يوم من الأيام أحد تلاميذه بيقول له يعني يا سعادة الإمام وأيها المحدث، قال له استنى بس اصبر على نفسك، محدث إيه وإمام إيه يا ابني؟ أنا والله حتى هذه اللحظة لا أستحق أن يطلق علي كلمة طويل بعلم. طبعا هذا من تواضع هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة، ومن تواضع لله رفعه الله بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف كده نماذج مشرقة من الثبات، عشان ما يجيش حد النهارده يقول والفتن والظروف وأنا ضحيت وأنا تركت وظيفتي عشان هذا الدين، واللي تقول انا تركت عشان مش، لا، ده في ناس بقى ضحت باشياء عظيمه جدا، وناس ثبتت في مواقف لما نعرفها بفضل الله تكون سبب للثبات لينا بفضل الله. نبداها بس برضه نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مثلا نموذج اسيا امراه فرعون، امراه عايشه في قصر رجل ملك من ملوك هذا الزمان اللي هو الزمن بتاعهم يعني، تمام. وكان فرعون في الوقت ده من اكابر الملوك اللي عايشين على وجه الارض، عايش في نعيم وبذخ وثراء لا يخطر على قلب بشر. هذه المرأة لو اشارت باصبعها هكذا لجاءت الدنيا تحت قدميها، ومع ذلك آثرت رضا الله واتبعت رسول الله موسى عليه السلام وآمنت بالله سبحانه وتعالى. فلما علم فرعون بأنها آمنت سلط عليها جنودها يعذبونها في رمضاء الشمس، سبحان الله. وكانت تعذب ويطلب منها ان ترد الى دينه، ان هي تعبده، لانه هو كان بيقول كده، بيقول ما علمت لكم من اله غيري، كان بيظن ان هو اله من دون الله عياذا بالله، سبحان الله. وكانت هي تشهد ان لا اله الا الله ورفضت ان تعود الى الكفر مره اخرى. في اخر لحظات حياتها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني. سبحان الله، أن تخيلوا يعني نجني من فرعون وعمله، مع أنها لو عاشت مع فرعون هتعيش ملكة متوجة، ورغم ذلك رفضت الملك، رفضت الثراء، رفضت الرفاهية، رفضت كل شيء، حطت كل ده تحت رجليها وأعلت الإيمان في قلبها ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فطلبت من ربنا هذا الطلب العظيم، فرفع الله لها قصرها في الجنة أمام عينيها، فابتسمت وهي تلقى بالحجر وماتت إثر ذلك الحجر رحمه الله رحمة واسعة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بعد آلاف السنين أو مئات السنين
ويقول: كمل من الرجال كثير، والحديث في البخاري ومسلم، ولم يكمل من النساء إلا 4. مفيش نساء كاملات على وجه الأرض إلا ال4 دولت. شوف، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. آسية امرأة فرعون، شوف قد إيه، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تخيلوا بقى لما النبي يذكرها هذا الذكر العظيم، وربنا يسطر ذكرها في كتابه العظيم، وهي اللي صبرت وتحملت. تخيلوا، بدل ما تعيش ملكة متوجة كانت تعذب عذابا شديدا، وكانت في غنى عن هذا. العذاب اللي تعذبته لا يتحمله الرجال، وتحملته عشان عايزة الله، عايزة رضا الله، وعايزة تريد وجه الله سبحانه وتعالى. في نفس هذا القصر ماشطة ابنة فرعون، اللي هي بقى يعني ايه، كانت بتسرح بنت فرعون وتوضب لها لبسها وغرفتها، ويعني كانت مهتمة بشؤون بنت فرعون. وبنت فرعون دي مش بنت آسيا، لأن آسيا ما كانتش بتخلف، ولذلك هي لما شافت موسى عليه السلام وهو لسه طفل رضيع قالت: قرة عين لي ولك. بتقول لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله. فقال لها: قرة عين لك أنت أما لي فلا. فآمنت هي وكفر فرعون. سبحانك يا ربي. فهي ما كانتش بتخلف، إنما دي كان بنت فرعون من واحدة تانية. المهم، فمشطت بنت فرعون، قاعدة بتسرح لها شعرها، فوقع المشط، وقع المدري المشط، فقالت: بسم الله، بتاخد المشط. فالبنت بتقول لها: أبي، يعني بسم الله اللي هو أبي؟ قالت لها: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله الذي في السماء. قالت لها: سأخبر أبي. قالت لها: أخبريه. فراحت قالت لأبوها: ده الماشطة بتاعتي بتعبد الله الذي في السماء ولا تعبدك يا أبي. راح جايبها، قال لها: صحيح اللي قالته؟ قالت له: صحيح، أعبد ربي وربك ورب الكون كله سبحانه وتعالى. فكان عندها 5 أولاد، منهم طفل لسه بيرضع. فهددها: إن لم ترجع عن عبادة الله وترجع وتعبد فرعون مرة أخرى سيقتلها هي وأولادها. فقالت: افعل ما شئت. فراح مجمع الجنود بتوعه، وأمر ببقرة نحاسية محمية، تمام، وألقي فيها الزيت المغلي، وبعدين راح جايبها وقال لها: هقتل أولادك واحد واحد، يا إما ترجعي إلى ديننا. فقالت له: مش هرجع. خد الولد الأولاني واتحط الولد، وسمعت طقطقة العظام وانفصال اللحم عن العظم، وابنها حبيبها بيتقتل قدام عينيها. قولوا لي بالله عليكم، يا اللي بتتكلموا عن الفتن، يا اللي بتتكلموا عشان الدنيا بقت مش عارف عامله ازاي، والناس لما بمشي بحجابي بيتريقوا عليها، فاضطريت ان اخلع الحجاب ان انا مش متحمله الضغط المجتمعي ده. دي واحده بتقتل اولادها ال5 قدام عينيها، قدام عينيها. يا بنات ويا اخوات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويثبتكم على الايمان. فالمهم، فراح قاتل الاولاني، وبعدين بص لها قال لها: هقتل الثاني. قالت له: اقتل الثاني. خد الثاني، والطفل تخيلوا بقى المنظر: يا امي، يا امي انقذيني، يا امي افعلي ما يريد، يا امي انا هموت، يا امي انا مش هقدر. والطفل عمال يستجدي امه علشان بس تنجيه من العذاب ده، وهي قلبها بينفطر، ده ابنها. وشوفوا قلب الام بقى عامل ازاي. ومع ذلك ثبتت من اجل الله. خد الاولاني قتله، التاني قتله، كل ده قدام عينيها، مش من وراها، ده قدام عينيها، ابنها بيتقتل قدام عينيها، وبسببها، يعني بسبب ان هي امنت ورفضت ان هي تكفر وترجع لعباده فرعون. خد الثالث قتله، خد الرابع قتله. في اللحظه دي بقى كان لسه طفلها الخامس بيرضع من ثديها. هنا كادت ان تضعف ماشطه ابنه فرعون، كادت ان هي خلاص تفتن وتقول له: طب خلاص كفايه، الا الطفل ده حرام، ده لسه بيرضع. فاذا بالطفل لسه بياخدوه واللبن على شفايف الطفل ده، فنظرت إليه ولسه هتتكلم، فإذا بالمولى عز وجل ينطق ذلك الطفل ويقول: يا أمة اثبتي فإنك على الحق. ربنا أنطق لها طفلها اللي بيرضع عشان يثبتها، بدل ما يضيع عليها الأجر بعد ما أولادها ال4 اتقتلوا قدام عينيها. تخيلوا حضراتكم المنظر. تخيلوا يا بنات، يا اللي بتقولوا فتن ومش فتن والظروف والمجتمع بقى ما بقاش كده، والناس بتتريق علينا، وبعدين يعني والوضع، وعايزين برضو ما حدش، سبحان الله، وخايفين من التنمر. دي أولادها ال4 اتقتلوا قدامها واحد واحد، آخرهم طفل رضيع، ومع ذلك ثبتت على إيمانها. فلما جه الدور عليها وعشان تتقتل هي، فقالت لفرعون: بما لي عندك من حق، أريد أن أطلب شيئا واحدا. قال لها: لك ما شئت، ده حقك بقى، انت بتخدمي بنتي بقالك سنين طويلة،
واخلصت الخدمه لينا واحنا قتلنا عيالك الخمسه، فليك ان تطلبي اللي انت عايزاه. قالت له بعد ان اموت اجمع عظامي وعظام اولادي وادفننا في قبر واحد. قال لها لك ذلك. دخلت البقره النحاسيه ديت وخرج منها الشياط، رائحه الشواء بتاع اللحم عياذا بالله، فماتت رحمها الله رحمه واسعه. فلما ماتت خدوا بالكم، وخرج منها رائحه الشواء هي واولادها، النبي صلى الله عليه وسلم بعد مئات السنين في رحلة الإسراء والمعراج يشم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، يشم رائحة جميلة جدا بين السماء والأرض، وهو في رحلة المعراج طالع إلى السماء. فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الجميلة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. الله أكبر. يشم النبي صلى الله عليه وسلم ريحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها الخمسة، تمام؟ ويحكي له جبريل عن قصة ماشطة ابنة فرعون. شفتوا الثبات عامل ازاي؟ تعالوا نشوف مثال مثلا زي سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعذبه أمية بن خلف عذابا شديدا في رمضاء مكة. كانوا يخرجوه إلى الرمال في عز يعني في نحر الظهيرة، وانتوا عارفين بقى رمضاء مكة قبل المكيفات وقبل الحرم وقبل قبل البناء الجديد للحرم، وقبل بقى الشوارع المسفلته والمكيفات والمراوح اللي بتطلع ميه ورذاذ ساقع. لا ده كان صحراء رمله. فكانوا يخرجوه ويجردوه من ملابسه من فوق وينيموه ويحطوا الحجاره على صدره ويقعدوا يضربوه بالكرابيك. ويقول له أمية بن خلف اللات والعزى إلهان من دون الله؟ فيقول بلال أحد 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 أحد، ويفضل يعذب لحد ما يمر أبو بكر ويقول له لماذا تفعل بي هكذا؟ ألا تبيعه؟ قال أبيعه لا خير فيه. فقال أبو بكر بكم تبيعه؟ قال ب7 أواقر من ذهب. فدفعها له. فقال له أمية بن خلف عايز يحصره يعني، بيقول له لو أبيت يا أبا بكر أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعته إياك أو لبعتك إياه. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت أن تبيع لي بلالا إلا ب100 أوقية من ذهب لاشتريته منك. انت عايز تحصرني وتقول لي انا دفعت 7 اواخر كنت ممكن اشتريه بوقيه؟ لا ده انت لو طلبت 100 وقيه ذهب كنت هجيبها لك، عشان بلال غالي عندنا. الله اكبر. سيدنا بلال بيقولوا له اما كنت تشعر بالعذاب؟ قال والله لقد ذقت حلاوه الايمان وارتفع الايمان في قلبي حتى اني ما كنت اشعر بالم ولا مراره العذاب، ولو كنت اعلم كلمه هي اغيظ لهم من احد لكنت قلتها لهم. وهكذا. ويقتص الله له من أمية بن خلف ويقتله بلال في غزوة بدر بفضل الله. ويجي في يوم فتح مكة يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن. ليه؟ رمز كده معين ورسالة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. بلال اللي انتم مش عارفين قيمته ده، كأنه بيقول للكفار اللي ما كنتوش عارفين قيمته كنتوا بتحطوا الحجارة على صدري، أنا مطلعه فوق الكعبة مع إنه ممكن يؤذن من تحت، هطلعه فوق الكعبة عشان يأذن ويبقى تحتيه مباشرة حجرين من أحجار الجنة، الركن اليماني والحجر الأسود، وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه بيقول لهم هي دي قيمة بلال، تحطوا عليه صخور الدنيا نطلعه فوق صخور الجنة. ده قدر بلال رضي الله عنه، وكان ثابتا على الحق رضي الله عنه. سيدنا عمار بن ياسر سبحانك يا ربي، يبقى هو وأبوه ياسر وأمه سمية والثلاثة بيعذبوا. وتخيلوا بقى لما الواحد يكون شايف أمه وأبوه بيتعذبوا قدامه، الواحد يتعذب ما فيش مشكلة، إنما ما يشوفش أمه وأبوه بيتعذبوا قدامي. ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. وفي رواية وإن كان فيها ضعف صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خلاص بقى سمعوا بقى إن خلاص مصيرهم هم الثلاثة في الجنة وبقوا من المبشرين بالجنة، خلاص كل حاجة بقى إيه تهون مدام في النهاية أنا من أهل الجنة. فصبروا وثبتوا. واتقتل ياسر والد عمار، واتقتلت عمار سمية، فكانت أول شهيدة في الإسلام. أبو جهل طلب منها أن تقول كلمة في حق النبي وأن تكفر بالإسلام فأبت، فطعنها في موطن عفتها فماتت رضي الله عنها وارضاها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. يلي بتقولوا احنا بنضحي وبنعمل وثابتين وصابرين، لا اثبتوا. شوفوا النساء كانت بتعمل ايه. هذه المرأة أول شهيدة في الإسلام، أول شهيدة على الإطلاق هي سمية عمار
اللي اتقتلت حتى قبل جوزها، فكانت أول شهيدة على الإطلاق في هذا الدين العظيم، عشان تثبت على دينها وعلى إيمانها وعلى توحيدها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقتل ياسر والد عمار، الاثنين اتقتلوا قدام ابنهم عمار بن ياسر. فلما اشتد العذاب على عمار قال كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتركوه، وذهب إلى النبي وهو يبكي فقال له: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، لو طلبوا منك كلمة تقولها كده، كلمة كفر من وراء قلبك قولها عشان تنجو من هذا العذاب. ونزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أكبر. شفت قد ايه ثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف خباب بن الأرط. انا بذكر لكم النماذج دي عشان تشوفوا قد ايه الواحد مش مجرد بقى بضحي بوظيفه، بضحي بشويه فلوس، بضحي مش عارف بايه، لا، ده الناس دي كانت بتضحي بكل حاجه. ده المهاجرين تركوا الديار والأموال والأهل والأحباب والذكريات وهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يرفعوا راية التوحيد، ومن أجل أن يخدموا هذا الدين العظيم، وأن يبذلوا كل حياتهم فداء لهذا الدين. دول اللي ضحوا بجد. ولذلك الصحابة يوم ما مات النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الصحابة كم؟ حد عارف؟ 124 ألف صحابي. تخيلوا حضراتكم 124 ألف صحابة. أنا لما كتبت كتاب أصحاب الرسول ومجلدين كان من أمتع الكتب اللي كتبتها في حياتي، وده فيه كام؟ 100 صحابي. تخيلوا فيه 124 ألف. طب كم واحد مدفون في المدينة؟ حد عارف؟ 10,000. الله، أمال ال 114 ألف تانيين دول فين؟ خرجوا، راحوا يبلغوا دين ربنا، راحوا يجاهدوا في سبيل الله، راحوا يبذلوا حياتهم كلها من أجل خدمة هذا الدين، وإلا ما وصل إلينا هذا الدين. بذلوا حياتهم كلها. ما قالش بس خلاص بقى الحمد لله استقرينا قاعدين بقى في القصر بتاعنا وعندنا شاليه في مراقيه ومش عارف ايه في السخنه والعربيات والشركات ما نقدرش بقى نضحي بالكلام. لا، دول ضحوا بكل حاجه، دول تركوا كل شيء من اجل الله سبحانه وتعالى. خدتوا بالكم؟ فخباب بن الأرط كان مولا عند امراه كافره اسمها انمار الخزاعيه. كانت امراه جباره، كانت يعني عتيده في الكفر، وكانت مؤذيه الى ابعد الحدود. فكانت هذه المرأة تأمر الخدم اللي عندها ياخدوا خباب لما عرفت ان هو ايه، ان هو يعني اسلم خلاص، فكانوا ياخدوه ويعروا جزء الجسم من فوق ويولعوا على الاخشاب لحد ما الخشب يبقى فحم كده، يعني ايه، مليان جمر، ويروحوا منيمينه على الفحم، فالفحم يدخل فيذيب شحم ظهري لحد ما يوصل للعظم. متخيلين الألم؟ لدرجة انه عمر بن الخطاب مرة كان بيتكلم عن العذاب اللي شافه بلال، فخباب بكى كده وقال له بلال رأى عذابا أشد مني، انظر يا أمير المؤمنين. وراح رافع ثيابه من ظهره قال له بص. فقال عمر: ما رأيت منظرا أشد من هذا. لقى انه بيحط ايديه جوه ظهره، ايديه واصله للعظم، مفيش لحم، اللحم كله متشال. قال له: ما هذا؟ قال له: والله كانوا يضعونني على الفحم فما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. كان الدهن اللي في ظهري ده بيسيح على الفحم، ومع ذلك ثبت على ديني. وقد ثبت عند البخاري ان خباب بن الأرط راح للنبي عليه السلام بعد ما تعذب عذاب شديد، والفحم وصل لحد العظم ورايح له، الدم عمال بيتساقط من جسده. شوفوا الثبات. فراح له قال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ هو ما طلبش حاجة حرام، بيقول له اطلب من ربنا النصرة لينا، ادعي لنا يا رسول الله، انت دعائك مستجاب. فنظر النبي إلى جروح خباب وقال: أما إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها، يتحفر له حفرة ويترمي في الحفرة، ويؤتى بالمنشار ويوضع عند مفرق رأسه فيشق نصفين، يتشق نصين من راسه لحد تحت ويقع شقها، ما يصده ذلك عن ديني. طب ده الكلام ده يا رسول الله ييأس، راح فاتح له باب الأمل. قال له: والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. أنا حبايبي من استقراء للتاريخ ومن استقراء لعلامات الساعة الصغرى والكبرى أرى إن المحنة اللي احنا عايشينها دلوقتي إن شاء الله هتكون آخر محنة إن شاء الله تمر على المؤمنين. بعدها يبقى فيه صحوة كبيرة جدا، التوقيت قد إيه لا يعلمه إلا الله.
أنا لا أدعي علم الغيب، لكن هتيجي بعدها صحوة. ظهور الصحوة اللي جاية، الصحوة الصحيحة اللي على ركائز عقائدية سليمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ظهور الصحوة التي ستأتي بعد ذلك هتكون هي ديت الممهدة لظهور المهدي عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام من السماء كعلامة من علامات الساعة الكبرى اللي هو نزول سيدنا عيسى. أما المهدي عليه السلام فإن خرج فهي علامة صغرى. طيب شوف بقى، فده خباب بن أرط. خبيب بن عدي، خبيب بن عدي لما أسره المشركون في الأشهر الحرم، فكانوا لا يقتلون أحدا في شهر الأشهر الحرم، قالوا نستنى لما أشهر الحرم تعدي وبعدين نقتله. فلما جم يقتلوه فهيحطوه على مشنقة، فكان ساعتها أبو سفيان بن حرب كان لسه ما أسلمش، فقال له يا خبيب أتريد شيئا قبل أن تقتل؟ قال نعم أريد شيئا واحدا. قال له ما هو؟ قال له ركعتين أصليهم وحطين على المشنقة. فنزلوه اتوضأ وصلى ركعتين. قال فتجوزت فيهما، سرعت فيهما خشية أن يظنوا أن ما بي حذر من الموت، خفت لحسن يظنوا أن أنا خايف من الموت. ثم أصعدوه على تلك الخشبة. في رواية أن خبيب بن عدي قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. في هذه اللحظة خبيب في مكة والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، فقال وعليك السلام يا خبيب، ثم نظر إلى أصحابه وقال الآن قتل خبيب. خبيب وهو بيقتل يوم أبو سفيان يقول له يا خبيب أتحب أن تكون في أهلك ومالك؟ تحب أرجعك دلوقتي بيتك وتقعد كده وسط عيالك؟ أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ فقال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوكة يعني أنت لو قلت لي هنعمل شوكة كده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تروح بيتك، أقول لك لا، أنا اتقتل وهو ما يتشكش بشوكة صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنشودته الجميلة هي طويلة أختصر منها بيتين فقط، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يعني أنا أتمنى أتقطع حتت من أجلك يا رب، مش إن أنا أتصلب ولا أتشنق بس، لا أتمنى أن أنا أتقطع حتت. وثبت خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن حذافة، أذكر لكم آخر مثالين كده عشان نذكر بقى الأسباب بسرعة كده حتى لا أطيل على حضراتكم. سبحان الله، عبد الله بن حذافة السهمي أرسله عمر بن الخطاب أميرا على سرية على مشارف الروم، فأسرهم جيش الروم وذهبوا بهم إلى ملك الروم. ملك الروم سأل بقى الناس اللي معاه، قال لهم لماذا نهزم مع أننا أقوى جندا وعددا وعتادا وقوة ومالا ومنعا؟ فقالوا له أتأذن لنا أن نقول بلا عقاب، يعني تدينا الأمان؟ قال له اديك الأمان. فواحد من الحاشية القريبة منه قال لأننا نشرب الخمر ونفعل الفواحش ونأكل الربا ونفعل ونفعل ونفعل، أما هؤلاء فإنهم يصلون ويصومون ويقومون ولا يفعلون شيئا من تلك الأشياء. قال صدقت. فطلب منهم أنهم يراقبوا الصحابة ويشوفوا أكتر واحد فيهم عنده عبادة لله ويجيبوه له، فلقوا أكتر واحد في العبادة مجتهد قيام ليل وصيام وقراءة قرآن هو عبد الله بن حذافة السهمي. جابوا الملك الروم. خدوا بالكم بقى يا شباب ويا بنات من الموقف الجميل الرائع ده، ولو ما خرجتوش من النهارده الا بهذا الموقف كفايه. قال له ملك الروم اريد ان اعرض عليك امرا لا يرفضه احد. فقال له ما هو؟ فقال له تتنصر، تبقى نصراني، واشاطرك ملكي. ايه رايك؟ هديك نص ملكي، ابقى انا وانت اللي بنحكم بلاد الروم، بس تتنصر. فقال هيهات هيهات، والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا عجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة، فلو أعطيتني كل هذا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم وطرفة عين. قال له إذن أقتلك؟ قال له افعل ما شئت. فراح جايب واحد رامي شديد المهارة بالرمي، وراحوا معلقين عبد الله بن حذافة السهمي على صليب من الخشب وربطوه، وقال للرامي ارمي السهام حوالين رقبته وبطنه ورجله بس ما تخليش ولا سهم يجي على جسمه. فبدأ يرمي السهام، السهم يجي هنا، ده يجي هنا، ده يجي هنا، ده يجي هنا، لكن ما فيش ولا سهم يجي. وهو بقى عمال يعرض عليه أتتنصر؟ يقول لا لا أتنصر. قال نزلوه، راحوا منزلينه.
احضروا قدر كبير جدا من النحاس وملوه زيت مغلي، وقال له ها هتتنصر ولا ارميك قال له افعل ما شئت. فراح جايب 2 من الصحابه وراح امر الجنود فرموهم في الزيت المغلي، فانفصلت اللحوم عن العظام في لحظه. فلما راى ذلك عبد الله بن حذافه بكى، فقال له ملك الروم تتنصر؟ قال لا. قال القوه في القدر. رايحين يرموه على القدر فبكى بكاء شديد جدا، فقالوا له انه يبكي ايها الملك. قال ردوه علي، ها تتنصر؟ قال له لا. قال له فعلام البكاء؟ ما كنت بتبكي ليه؟ قال بكيت لاني لا املك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اتمنى ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله. ملك الروم وصل بيه درجه من الاعجاب بهذا الصحابي الجليل لدرجه لا تخطر على قلب بشر. فبينه وبين نفسه قال خساره يتقتل، اللي زي ده ما يتقتلش. فرح جايبه، فقال لهم عايزين نعمل معاه اي حاجه. نعمل ايه؟ قالوا له ما فيش غير الفتنه. ده رجل كان متجوز وسايب زوجته بقاله 4 شهور ومرمي في الاسر، تمام؟ حطوا له ملكه جمال الروم تغريه. فدخلوا عليه ملكه جمال الروم للزنزانه بتاعته هو لوحده، فتجردت من كل ملابسها، وكلما القت نفسها عليه قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله. بعد فتره هي بقى مخبطه على الباب، قالت اخرجوني. قالوا ها ماذا صنع؟ قالت والله ما ادري لا ادري اهو يعني هل رآني انثى ام حجر ولا ادري ابشر هو ام حجر. يعني هو مش عارف اذا كنت انا ايه بالظبط ولا انا عارفه هو ايه ده، يعني لم يتاثر بي ابدا. فقالت لهم لا ادري والله أبشر هو أم حجر ولا يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. فبفضل الله انتصر الإيمان وتحطم الإغراء على صخرة الإيمان. فآخر حاجة عملوها مع عبد الله بن حذافة قالوا له طيب نقعده في الزنزانة ونجوعه لمدة 3 أيام، ونحط عنده في الزنزانة خمر ولحم خنزير بس، ونشوف هياكل ولا لا. سابوه ودخلوا عليه بعد 3 أيام فوجدوه قد انثنى عنقه، خلاص يعني بيموت. فالملك قال له لماذا لم تأكل؟ فقال له عبد الله بن حذافة أما إن الضرورة قد أحلت لي في ساعة المخمصة أن آكل من لحم الخنزير وأن أشرب من خمر، ولكني والله، واحفظوا الجملة دي يا شباب ويا بنات، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله، عشان ما حدش يقول انتصرنا على مسلم واكلناه لحم خنزير وشربناه خمر. الله اكبر. فنظر اليه ملك الروم وقال له تقبل راسي واطلق سراحك. يعني عايز يقول له انا مش هقدر اعمل معاك اكتر من كده وانا مش عايز اقتلك. قال له تقبل راسي واطلق سراحك. بس عبد الله بن حذافه مش عايش لنفسه، قال له اقبل راسك ولكن تطلق سراحي وسراح كل من معي. قال لك ذلك. فقبل راسه بس فقط من أجل أن ينقذ المسلمين. يقولون فأطلق سراحه وسراح 300 واحد من الصحابة والتابعين، وأعطاه 300 ألف دينار هدية، وأعطاه 30 خادم يكونوا معهم في الطريق. فلما وصلوا إلى المدينة المنورة سبق الصحابي وأخبر عمر بن الخطاب بما فعله عبد الله بن حذافة. فقام عمر بن الخطاب أمام كل الصحابة وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. والله لو كنا نعيش أيامه لكنت قبلت رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وآخر قصة صغيرة، الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة اللي قضى 18 سنة من عمره في السجون بسبب كلمة الحق. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة شيخ الإسلام العالم العلامة، هذا الرجل ولذلك لم يتزوج. يعني الإمام ابن تيمية لما تقرأ سيرته، أنا كتبت سيرته من ضمن السير اللي كتبتها في كتاب قصص التابعين، كتاب 960 صفحة في باقة من التابعين في غاية رعب على رأسهم الإمام ابن تيمية. لم يتزوج الإمام، ما كانش عنده وقت يتجوز، ده كان بيخرج من سجن لسجن، تخيلوا. فآخر سجن اتسجنه واحد من الدعاة السوء عياذا بالله وما أكثرهم في كل زمان ومكان، راح وشى به إلى الحاكم إلى السلطان، قال له ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاعك يعني. راح جايبه قال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فابتسم الإمام وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض.
فأمر الملك أو أمر السلطان بإدخال الإمام إلى السجن. فلما نزل الباب من فوق كده فتذكر قول المولى عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي. وجلس في السجن يقرأ القرآن 87 مرة، وكان معه في السجن الأخير أخوه، فوصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. فيا شباب، مش عشان شوية فتن وعشان شوية مشاكل وعشان شوية تنمر وعشان مش عارف أصل الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، احنا بنعبد ربنا، ما بنعبدش مشايخ. احنا بنعبد ربنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. شيخنا وقدوتنا وأسوتنا الوحيد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو اني انا عياذا بالله في يوم من الايام، ربنا يعافينا، لو اني انحرفت لا تنحرف خلفي، سير انت في طريق الجنه وسيري انت في طريق الجنه، مالكوش دعوه بحد، كل واحد هيتسال عن نفسه. شوف قد ايه. فالانسان لابد ان يعلم انه يوم القيامه مسؤول مسؤوليه فرديه، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فاوعي تتركي حجابك، ويا اللي خلعت حجابك ارجعي والبسيه، وتذكري قول عبد الله بن حذافه: كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. واللي ترك الصلاه ارجع وصلي، وشعارك: كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. واللي بعد عن طريق ربنا واللي ارجعوا واثبتوا، وثباتكم ليه ثمن في زمن الغربه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا في عجاله سريعه، عشان ما يعني انا حاسس طولت عليكم. تعالوا في عجاله سريعه نذكر 10 اسباب سريعه جدا جدا في 5-7 دقائق كده من اسباب الثبات على دين الله حتى الموت. رقم 1: القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله أكبر. يبقى أول حاجة القرآن يا شباب، والقرآن يا بنات. لازم يكون لنا ورد، حتى لو مش قادرين تحفظوا لازم يكون لكم ورد قراءة كل يوم، لازم يكون في ورد من العبادة، وهكذا. رقم 2: التزام شرع الله وكثرة العمل الصالح. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم، كل ما الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لو بيصلي ركعتين قيام ليل، بيصوم اثنين وخميس، محافظ على الاوراد، اذكار الصباح وافكار المساء وافكار النوم، محافظ على ولو نذر يسير كده من قراءه احاديث النبي والتفقه في دين الله ومعرفه سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، كل هذا يساعدكم على التثبيت. رقم 3: تدبر قصص الأنبياء. اقرأوا كتاب قصص الأنبياء، تشوفوا كيف ثبت سيدنا نوح أمام كل هذا الطوفان من الكفر، كيف ثبت سيدنا إبراهيم، كيف ثبت سيدنا موسى، سيدنا عيسى، كل الأنبياء كيف ثبتوا أمام قومهم الذين كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى. تدبر قصص الأنبياء. قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى قصص الرسل والأنبياء تثبت قلب الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4: الإكثار من ذكر الله. كتروا على قد ما تقدروا من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ده في الجهاد في سبيل الله في أرض المعركة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طب كيف السبيل لذلك؟ قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر من أعظم أسباب ثبات القلب في وقت المحن بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبايبي: الدعاء، وخصوصا في جوف الليل الأخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. فادعوا في جوف الليل بهذا الدعاء الذي هو كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رقم 6: مرافقة الصالحين.
الأخت الفاضلة تشوف أخوات صالحات، والأخ الفاضل يشوف إخوة صالحين ياخدوا بإيد بعض للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، تخيلوا في محنة أو فتنة خلق القرآن، كان من أكثر أسباب تثبيت الإمام رجل بسيط جدا جدا، قال له كلمة بسيطة، قال له: يا إمام إنما أنت اليوم رأس، فإن قلت بقولهم، يعني قلت إن القرآن مخلوق، لا يقولن بقولك خلق كثير، وإنما هذا الرجل لو قتلك فإنك ستموت حتما، يعني حتى لو إن لم يقتلك فإنك ستموت، فلا تقل إلا الحق. فقال: ما شاء الله ما شاء الله. مش خدت بالك؟ يبقى إذا مرافقة الصالحين، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7: الدعوة إلى الله. لما الإنسان بيدعو إلى الله، هو لما بيكلم الناس وبيذكرهم بالله، هو في الأول بيذكر نفسه قبل ما يذكرهم. شوف قد إيه؟ قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. ما قالش قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، إنما إيه المعنى بقى هنا؟ المعنى أنه قد أفلح من تعلم كيف يزكيها فزكاها، فاختصر كل ذلك في هذا اللفظ القرآني المعجز: قد أفلح من زكاها. ولذا قال جل وعلا عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. فإذا فلا بد للإنسان أن يعمل بما يقول، وأن يعمل بما يذكر به الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8: عدم الاغترار بالباطل. الباطل الآن منتفش، وله مكانة وله سطوة وله قوة وله كل ذلك يذهب بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى إلا الحق. قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فما تغترش بالباطل. شوف قد ايه؟ طيب رقم 9: الثقة بنصر الله وبأن المستقبل لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن، شوف بقى، شوف البشرى الجميلة، لا يبلغن هذا الأمر. خد بالك الكلام ده ما حصلش لحد الآن، لا حصل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لحد الآن، إنما هيحصل في آخر الزمان، في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليهما السلام. طيب: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الكرة الأرضية كلها، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الله أكبر. وآخر عنصر من عناصر الثبات: استحضار نعيم الجنة وعذاب النار. الأخت الفاضلة اللي قلعت حجابها، بقول لك حاجة بسيطة خالص، لو افترضنا ان حد ضحك على بعض اخواتنا وقال لهم الحجاب مش بالاسلام والحجاب حريه شخصيه طيب لو لبست الحجاب وحاشا لله جيت يوم القيامه اكتشفت ان الحجاب ما كانش فرض عليك، خسرت حاجه؟ لا ما خسرتش لان لبسته خلاص. طيب ولو خلعت الحجاب وهم قالوا لك انه مش فرض واكتشفت يوم القيامه انه كان فرض، خسرتي؟ طبعا دخلت النار. يبقى اذا خلينا كده في الأمان، خلينا في الأمان. وبعدين الآية واضحة: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فارجعي لحجابك، وارجعي لقرآنك، وارجعي لصلاتك، وارجع لصلاتك، وارجع لبر الوالدين، وارجع لأخلاقك كمسلم. ومالكش دعوة بقى المجتمع بقى إيه في أي مكان في أي بلد في العالم، سيبك من المجتمع، لأن في القرآن دايما بل أكثرهم لا يعقلون، يعني الأكثرية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. خليك من القليل دولت، وخليك من القليل دولت اللي هم بيشكروا ربنا بطاعة الله وببذل كل ما يستطيعون لخدمة هذا الدين العظيم. حقيقة مش عايز أطول أكتر من كده، لأني مش عايز، ما تعودتش أطول أكتر من كده، لكن والله الموضوع يعني محتاج نتكلم فيه كتير جدا جدا عشان نثبت على دين الله. اثبتوا واصبروا وأبشروا، إنما هي أيام، والله العظيم أيام وهتعدي، وهنفتكر كل المآسي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي كذكريات، سواء في الدنيا أو في الجنة، لما نقعد مع بعض في الجنة كده ونتذكر. واستحضروا من الآن نعيم الجنة وما أعده الله لكم. تعبانين من الأمور المادية ولا من مرض ولا من فقر ولا ابتلاء ولا سننسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. هننسى كل شيء،
كل شقاء وبلاء سننساه بغمسة يسألنا الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتكم على الدين والتوحيد والإيمان، وأن نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.